الجامعة تكشف موعد سفر الأسود إلى قطر. رسالة رائعة من الفيفا لثلاث أسود. أجرد يدعم دفاع ويست هام أمام ستيوا بوخارست. بوفال يقترب من العودة للميادين. إصابة جديدة لأحد نجوم المنتخب الوطني. الركراكي: سنلعب كرة هجومية وأتمنى ألا يحترمنا الخصوم. الأسود يواجهون منتخب جورجيا في آخر مباراة قبل المونديال. تصريح الكبار: مدرب بلجيكا فريقكم موهوب. دولي هولندي ينصح توتنهام بضم زياش في الميركاتو. الخنوس وبشواري في لائحة وليد الموسع. السلام عليكم متابعي قناة المنتخب نيوز، شكرا على تفاعلكم، شكرا على دعمكم المتواصل، ولا تنسى تشجيعنا بخطوتين: الاشتراك في القناة ودعمنا معنويا بضغطك على زر الإعجاب. كشفت الجامعة الملكية عن موعد سفر المنتخب الوطني إلى دولة قطر تحضيرا للمشاركة في نهائيات كأس العالم الذي سيقام خلال الفترة المتراوحة ما بين يوم الاثنين 21 نوفمبر ويوم الأحد. وأكدت الجامعة في بلاغ لها أن الأسود سيشدون الرحال إلى قطر في مواجهة منتخب جورجيا بالإمارات العربية المتحدة. وقالت الجامعة إن أنباء المدرب وليد الركراكي سيواجهون منتخب جورجيا في 17 نوفمبر بداية من الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي، 5 بعد الزوال بالتوقيت المغربي، لينتقل بعد ذلك المنتخب الوطني إلى قطر لمواصلة الاستعدادات لنهائيات كأس العالم. ويستعد وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني لوضع اللائحة النهائية للأسود استعدادا للمشاركة في مونديال قطر. تفاعل الاتحاد الدولي مع تأهل 3 لاعبين مغاربة إلى دور خروج المغلوب من مسابقة دوري أبطال أوروبا. ويتعلق الأمر بحكيم زياش، نصير مزراوي وأشرف حكيمي، وذلك قبل انطلاقة فعالية كأس العالم بقطر. ونشرت الفيفا النسخة العربية عبر منصات تواصله الاجتماعي رسالة لثلاثي المشار إليه وعلق عليها بالقول: أسود الأطلس مستعدون للواجب الوطني. وأضاف الاتحاد الدولي: تمت المهمة بنجاح في دوري أبطال أوروبا والدور على كأس العالم فيفا. وختم الفيفا تدوينته حكيمي وزياش ومزراوي في الدور السادس عشر. يرتقب أن تشهد تشكيلة رسمية لفريق ويست هام يونايتد الإنجليزية الذي سيواجهه اليوم ضيفه ستيوا بوخارست الرومانية تواجد الدولي المغربي نايف أجرد. وسيعتمد الإطار الاسكتلندي ديفيد مويس مدرب ويست هام يونايتد الإنجليزي على نايف أجرد بشكل أساسي في المباراة أمام ستيوا بوخارست الرومانية، وذلك بعدما قدم مستويات كبيرة في المواجهة فريقه ضد ستاريا دورياش الدنماركية. ويواجه زملاء نايف أجرد ستيوا بوخارست الروماني على أرضية ملعب أرينا ناسيونال ابتداء من الساعة 9 مساء برسم الجولة السادسة عن المجموعة الثانية من دور المؤتمر الأوروبي. أكد جيرار باتيك مدرب فريق أنجي الفرنسي أن الدولي المغربي سفيان بوفال يقترب من العودة للمشاركة رفقة الفريق. وقال باتيك في الدور الندوة الصحفية التي تسبق مباراة فريقه أمام لانس في الدوري الفرنسي إن بوفال يتعافى بشكل جيد من الإصابة، مستبعدا إمكانية إقحامه في مباراة يوم السبت. وغاب بوفال عن مباراة فريقه السابقة أمام فريق موناكو في الدوري بسبب الإصابة التي تعرض لها في الأسبوع الماضي في تدريب الفريق. ويسعى بوفال لاستعادة جاهزيته والعودة لتدريب فريقه قبل انطلاق مونديال قطر لتعزيز قائمة الأسود، الخاصة أن اللاعب لم يسبق له اللعب في كأس العالم بعدما غاب عن قائمة المنتخب في روسيا. تخلف سفيان أمرابط لاعب فريق فيورنتينا الإيطالية عن رحلة فريقه التي سيواجه خلالها الفريق ريغاس فوتبول سوكالا لاتافية لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات دور المؤتمر الأوروبي. وخلت قائمة فريق مدينة فرنسا من اسم أمرابط بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب في ظهره حسب ما أكدت تقارير إيطالية. ووفقا لموقع فانتاساسيو الإيطالية فإن فيورنتينا سيفتقد لخدمات اللاعب خلال مباراة اليوم، بالإضافة إلى مباراته أمام سامدوريا في الدوري الإيطالي نهاية الأسبوع الجاري. وأكد مصدر ذاته على أن إصابة اللاعب ليست بالخطيرة، لكن تقرر الحفاظ عليه خارج تشكيلة الفريق في هذه المباراة لكي لا يتفاقم إصابته، مشيرة إلى أن غياب اللاعب قد يستمر للمباراة المقبلة في الدوري الإيطالي.
أكد الناخب الوطني وليد الركراكي على أنه سيحاول تقديم كرة هجومية معتمدا على الاستحواذ خلال كأس العالم المقبل في قطر، مشددا على أن المغرب قادر على تقديم مستوى جيد خلال مشاركته في المونديال. وقال الركراكي في حوار له مع قناة كانال بلوس الفرنسية إنه يعكف رفقة طاقمه المساعدة لتحسين بعض الجوانب التقنية والتكتيكية للمجموعة، مؤكدا أنه سيتبنى أسلوب لاعب هجومي يعتمد على الاستحواذ وهو ما يناسب طريقة اللعب المغاربة. وأضاف الركراكي: سنحاول إيجاد التوازن من أجل أن نكون فاعلين بالرغم من ضيق الوقت، لأننا لا نشتغل مع اللاعبين بشكل يومي، ولهذا نقوم بعمل كبير مع اللاعبين عبر الفيديو وكذلك بالسفر لملاقاتهم والحديث معهم من أجل الوصول للشكل الأفضل. وتابع الناخب الوطني: المغرب قادر على تقديم مستوى جيد في المونديال، ولدينا مجموعة يمكنها خلق المشاكل لأي فريق، والأهم هو أننا نحترم الجميع، وأتمنى أن لا يحترمنا من قبل خصومنا لكي نحقق المفاجأة الكبرى. سيواجه المنتخب الوطني نظيره الجورجي في مباراة ودية بالإمارات العربية المتحدة، وذلك استعدادا لنهائية كأس العالم. وأكدت الجامعة الملكية المغربية أن المباراة بين المنتخبين ستجرى يوم الخميس 17 نوفمبر بداية من الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي. وأضاف المصدر ذاته أن المنتخب الوطني سينتقل بعد مباراته الودية أمام جورجيا إلى قطر لمواصلة الاستعدادات لنهائية كأس العالم. وكانت قرعة نهائية كأس العالم قطر قد وضعت المنتخب الوطني في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كرواتيا، بلجيكا وكندا. في حوار خاص أنجزته معه جريدة مغربية وقام بمحاورة الأستاذ بدر الدين الإدريسي رئيس تحرير الجريدة وتنتشر بالكامل في عددها الورقي، تحدث روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا عن الفريق الوطني وعن المواجهة المرتقبة التي ستضع الشياطين الحمر لبلجيكا في مواجهة أسود الأطلس يوم 27 نوفمبر الحالي في ثاني جولات دور المجموعات لنهائية كأس العالم قطر. ويقدم مدرب المنتخب البلجيكي تقييما تقنيا للمنتخب الوطني وأبرز عناصره وطموحات الشياطين الحمر في المونديال القادم. حوار مثير وانفرادي. أشار رافائيل فان دير فارت الدولي الهولندي السابق على نادي توتنهام هوتسبورغ بالتعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش لاعب نادي تشيلسي خلال مرحلة انتقالاته الشتوية. ونصح الدولي الهولندي إدارة فريق توتنهام بضم النجم المغربي الذي بات خارج حسابات مدرب الفريق تشيلسي من أجل الظفر بلقب الدوري. وقال المتحدث ذاته في تصريح لقناة زيكو أن اللاعب المغربي سيقدم الإضافة لفريق توتنهام بحكم أن طريقة لعبه تتناسب مع الفريقين، وفي حال ضمه سيتمكن من بلوغ طموحات الأنصار. وأشار إلى أن اللاعب زياش يجب عليه الانتقال إلى توتنهام لضمان فرص كبيرة للعب، وهل مع سيتمكن الفريق من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي. بعدما وضعهما الناخب الوطني وليد الركراكي في اللائحة الموسعة التي تم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم أنه تم إشعار الثنائي المغربي بلال الخنوس لاعب جينيكا البلجيكي وبنجامين بوشواري لاعب سانتيتيان الفرنسي من أجل تواجد رفقة الفريق الوطني في مونديال قطر. مصادرنا أكدت بأن الخنوس وبوشواري وفي حال لم تشملهما الدعوة النهائية من وليد سيتواجدان في اللائحة الاحتياطية التي ستسافر بدورها لقطر، والتي قد تضم 3 لاعبين تحسبا لإصابة أي لاعب 24 ساعة قبل انطلاق كأس العالم، حيث سيكون بإمكان الناخب الوطني إجراء تعديل بضم لاعب من اللائحة الاحتياطية.